90 دقيقة نقدر النهاردة نحط هذه العناوين للمشهد السياسي في مصر: انتخابات برلمانية بلا حماس، ومبادرات وقف العنف محلك سر، ومخاوف متزايدة من تصعيد المواجهة، وباختصار ما زال الاشتباك والارتباك مستمر. والحقيقة أنا عايز أخاطب النهاردة عقلاء مصر، كل إنسان وطني ومخلص بيحب البلد دي وخايف عليها. 25 يناير اللي جاي بعد أيام ناويين تعملوا إيه فيه؟ وهل يا ترى هنحتفل بمرور سنة على الثورة، ولا هنقف كلنا يوميها في سرادق عزاء كبير ننعي فيه الثورة وشهداء الثورة؟ في ناس النهاردة بتحذر ان يوم 25 يناير القادم هيشهد تنفيذ مخطط لحرق مصر، المخطط اللي بيحاول كارهي مصر الموتورين في الخارج ان هم ينفذوه بكل السبل. والمجلس العسكري النهاردة رد على هذا الكلام على صفحته الرسمية على الفيسبوك وقال: احنا اقسمنا على حماية هذا الشعب، احنا مصريين مش مرتزقة. واحنا من هنا ومن هذا المنبر المحترم اللي بيعكس احلام ومخاوف وتطلعات المصريين جميعا بأناشد كل القوى السياسية ونخاطب ضمير كل مصري: ده مش وقت الانقسام، ده مش وقت تحقيق المكاسب الصغيرة على حساب مصر، ده مش وقت الاحتفال بالنصر الرخيص وجثة البلد على الأرض ودم البلد سايح في الشوارع. حرام الفتنة، حرام نهش أعراض الناس وسمعتهم. مصر أكبر من الجميع، ومصر أهم وأغلى وأعظم من أي حد. 25 يناير اللي جاي لازم يعدي على خير، ولازم من دلوقتي كل الأطراف تقعد على مائدة واحدة، تتفق وتتوافق وتقسم بالله العظيم، تقسم بدم الشهداء، تقسم بمصر إن مصر ما تضيعش، وإن تاريخها ما يتحرقش، وإن 25 يناير اللي جاي لازم يعدي على خير، وهيعدي على خير إن شاء الله. انت قاعد في بيتك يا استاذ عمرو، بيجي لك 10 عايزين يتعدوا على لا انا مش قاعد في بيتي من فضلك، وارجوك تتكلم معايا بنفس الادب اللي بتكلم بيه مع حضرتك. انا مش قاعد في بيتي، انا قاعد بشتغل الدور، والباقي اللي مش بيشتغلوا واللي بيتعرضوا للناس واللي بيهاجموا الناس بالقنابل المثيره للدموع والقنابل التي تثير الاعصاب. اذا كان ليك رد على سؤالي عن الاوضاع في اسكندريه اتفضل رد سيادتك. انا قاعد وانا مؤدب يا استاذ عمرو، انت قاعد في استوديو مش في وسط الاحداث. انا قاعد بشتغل زي ما انت بتشتغل، مش هخش معاك وبتابع لحظه بلحظه وبكلمك عشان اشوف الاخبار، ومن حقي كاعلامي ان اسالك وترد عليا طالما قبلت ان تكون موظف عام. مش هرد على حضرتك. خلاص انتهت المكالمه، اشكرك على هذه المداخله. هذه النماذج الموجوده لدينا من الداخليه، عندما نسالهم لا يردون ويكتفوا فقط بالهجوم.